بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل صلاة وسلام. رمضان مبارك، إن شاء الله تكونوا بخير وفي صحة وفي أحسن حال حبيباتي. بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم نتقدم لكم بتحياتي الخالصة، وإن شاء الله يدخل علينا رمضان هذا بالصحة والهنا وإحنا في أحسن حال يا رب العالمين. كما راكم تشوفوا من البداية حبيت نشارك معكم طبق لرمضان المبارك. هنا كما راكم تشوفوا فيا كنت جبت الدجاج تاعي يعني وبديت نغسل فيها. انا في الدجاج يعني في الحقيقة نحيلو الجلد ديالو هذاك، يعني مرات فقط نخلي شوية هذاك الجلد، يعني كي نكون راح نحمرها ولا نخلي الجلدة هذيك، لكن كما نقولوا في اغلب الاحيان نحيلو الجلده. هنا كما تشوفوا اني نقطع فيها وني نحيلها في الجلده. والاجنحه هنا بالمناسبه انا نحيلهم جزء من صدر الدجاج، يعني باش يجي طرف كما نقولوا الله يبارك مشبع. والصدر الدجاج هذاك نقسمه. هنا بالنسبه للارجل كما راكم تشوفوا راح نديسوسيها، يعني راح نحيلها العظم ديالها. فوالا بديت شوفوا كيفاش تبداو تقطعوا فيها، يعني غير بشويه هكذا نفتحها من الفوق بالتحت، يعني نحاول نبحث على العظم هذاك، العظم الداخلي يعني تاع الدجاج، غير بالعقل بشويه بشويه حتى نلحق العظمه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. شوفوا هنايا نحي غير بالعقل، ومن الاحسن يكون الموس تاعكم يعني رقيق شويه باش يقدر يساعدكم. انا شتوني هنا بدلت الموس باش يساعدني، يعني هي ماشي عمليه صعبه، غير بالعقل بالعقل حتى تلحقي. شوفوا غير تقطعي غير بشويه بشويه حتى تفصلي العظم على اللحم هذاك تاع الدجاج والجلد. شوفوا فيهم هذوك كما نقولوا هذوك الخيوط البيوضه لي طوندو هذوك تاع الدجاج، هذوك السلوكه البيوضه كي تفوتي تنحيهم خلاص يعني تسلك لك الطرف تاعك يخرج لك. وهنا ثاني تقدري تجيبي هذيك المطرقه وترقيه، ديريها بين زوج ساشيات وتدقيها كما نقولوا، ترقيها مليح باش تزيد تكبر لك القطعه تاعك تاع الدجاج هذه. ولا تخليها هكا غير بالموس تشرحيها شويه فقط وكما نقولوا وتخليها، يعني لك الاختيار. فوالا شوفوا هنا نحي ونحاول نحي في العظم بلا ما نقطع الدجاج. شوفوا يعني طريقه ماشي صعيبه، يعني سهله. وهذوك العظم اللي راكم تشوفوا فيهم نحتفظ بهم باش ندير درت لكم طبق من قبل ارجل الدجاج، يعني دوك نحط لكم في صندوق الوصف ونحط لكم هنا الفوق خزروا تلقاوه. فوالا شوفوا جبت الطرف الثاني وبديت كما نقولوا ندير له نفس العمليه اللي درتها في يعني في الرجل الاولى. وهكذايا تقدروا يعني هذه كي تنحوا هكذا كي تشروا الدجاج، يعني قبل ما تخبوه ديروا هذه الطريقه، فتحوه كامل هكذايا، ومن بعد كي اطويه شغل كما تطوي الحوايج وحطي كل واحد وحده، يعني كي تجبديه يجيك سهل، ماشي زعما نقولوا تبليه وتخبيه، لا خبيه هكذا، ونهار اللي تحبي تبليه تجبديه هكذايا وتبليه زعما نقولوا مع الصباح لحشيه يكون لك واجد. ما ديروش هذيك الطريقه تاع التتبيل ولا اخر، باسكو والله العظيم غير راهي يعني مضره، يعني على بالنا بلي كاين خدامات ربي يعينهم لكن من الافضل كما نقولوا الواحد يحافظ شويه على صحته. ولا كانت خدامه ما عندنا حاجه يعني توجديها اليوم الغدوه ولا يومين ولا 3 ايام وتخليها، معليش بصح ماشي زعما اكثر 15 يوم ولا شهر وانت تخبيهم، لا حبيبتي. كل حاجه خدميها جديده وكليها كما نقولوا فري كما نقولوا، يعني في وقتها احسن. وربي يعين كل واحد حبيباتي. نقول لكم حبيباتي ما تنساوش الجام هذاك والتعليق والاشتراك في القناه باش يلحقكم كل جديد. هنا بالنسبه للتوابل انا كي كملت تبلتهم، اني كتبت لكم واش درت، يعني التوابل الاختياريه ايضا، يعني كل وحده ديري واش تحب. ديري الملح، ديري شويه عكري، شويه راس الحانوت، ثوم بودره، بصل بودره، توابل الجبن والملح اكيد ما ننساوش، وشويه موتارد، غرفه موتارد، معلقه موتارد.
تحبي ديريهم في الصحن وديري شويه قارص وشويه زيت تخدميهم على شكل كيما نقولوا هكذاك شغل بوماد، من بعد تدهني عفوا الطرف تاعك كامل. ولا ديري كيما راني ندير هكذايا، انا هنا درت بالملعقه باش نشوف واش راني ندير يعني الكفايه. ومن بعد نحيت الملعقه ووسيتهم بيدي مليح وخليتهم درتهم في هاي لا موتارد. فوالا شوفوا وسيتهم مليح، دخلت لهم هذوك التوابل داخل. شويه كمون تاني يجي مليح فيها الوصفه هنايا، ولا اعشاب عطريه الا كانت عندك ديري ايضا. ومن بعد انا حطيتهم في صحن كيما راكم تشوفوا، غطيتهم وخليتهم يعني من الصباح حتى للحشيه حتى خذاو هذيك التتبيله كامل. غطيتهم مليح وخليتهم. من جهه اخرى جبت الفيونداشي تاعي، درت له راس الحانوت، بصل، ثوم، بودره، اسمه راس الحانوت، قلت لكم وتوابل اختياريه. وسيتو بيدي مليح هكذا خدمته. كاين اللي يحب يدير له لا شابليون داخل ولا البيض، انا ما درتلوش، درته هكذا فقط. خدمته مليح. شويه معدنوس ايضا. خدمته اللي يحب يعني نقول لكم اختياري. خدمته مليح بيدي. من بعد جبت الجبن. انا الجبن استعملت هنايا جبن يعني الجبن ماشي تحضيره جبنيه، جبن الوليد هذاك المارك تاع الوليد نحب نستعملوه، عنده الكو تاعو يعني بنين، وهو جبن يعني ماشي تحضيره كما نقولوا. درت الجبن الداخل وشكلتها على شكل كرة كما راكم تشوفوا هكذايا دائريه. وحطيت الصحن ودرت فيه بابي فيلم هذاك، وحطيت القطعه تاع الدجاج هذيك اللي كنت تبلتها، وحطيت الكره تاع اللحم يعني من الفوق تاع فيونداشي كما راكم تشوفوا. وزدت الاخر حطيته في صحن اخر يعني بجهه هكذا باش تجيني العمل يعني باش نضم روحي ونكمل بالخف ليه. شوفوا هنا كنت نواسيها بيدي يعني. فوالا طميتها كامل هكذا شغل كموسه كيما نقولوا. ومن بعد درت لها هذاك البابي فيلم الاولاني، شوفوا نحيته من الصحن هكذا. ومن بعد زدت لها واحد دورتها على شكل كموسه كيما نقولوا حنايا. بكري كنا نقولوا كموسه العجوزه، كانوا جداتنا ربي يرحمهم كامل دايرين كموسه هكذا يخبوها في عبابنهم، ربي يرحمهم ان شاء الله ويطول العمر اللي حيين. زدت بابي فيلم اخر لهنايا وزدت طميتها كيما راكم تشوفوا باش تجيني يعني مليحه. شوفوا هكذا. وزدت الثانيه بنفس الشكل. ومن بعد جبت هذاك الخيط الخيط هذاك الكوطون بير اللي احنا كنا نقولوا له بكري، مازال دركا نورمال مو كوطون بير ايضا. جبته حطيته في الصحن تاعي وما درتش زعما ما قطعتش 6 خيوط ولا قباله ديريكت. شوفوا هناك شغل كيما قلت لكم كموسه. فوالا ودورت عليها يعني ديريكتومون. حكمت الخيط من الفوق هكذايا وبديت ندور على شكل يقطينا. شوفوا كيفاش حكمته هكذا شغل دوري برك هكذا وبعد هي تتشكل لك هذاك الشكل تاعها، تقسميها شغل كيما نقولوا. شوفوا ما تزيروهاش بزاف وما ترخيهاش يعني حكميها شويه قيس باش ما تتفتحلكش فقط، وتاخذ هذاك الشكل تاع اليقطينه. ومن بعد تقطعي الخيط هذا وش فيها. انا كي كملت ربطهم شوفوا راهي الصوره راهي توضح. كي كملت ربطهم هنايا باش ما يتفتحوليش. شوفوا من بعد تسقموها هكذا بيدكم تعطيكم هذاك الشكل تاع اليقطينه. قلت لكم انا كي كملت هنايا كملتها كامل هكذايا، زدت لها دورتها 2 خطات ولا 3 في البابي فين باش نطيبها. كاين اللي يديرها تفور كيما نقولوا في القدر، وكاين اللي يديرها هكذايا يديرها في الكوشه ديريكتومون. انا ما درتهاش تفور وما درتهاش في الكوشه. انا واش درت هنا شوفوا راي شوفوا كيفاش راني نربط، راني نوري لكم وراني نهضر معكم. جبت لا كوكوط تاعي، درت فيها بصله، زيت، ملح يعني توابل نفسهم اللي درتهم لداخل، العكري، راس الحانوت، عفوا ما درتش العكري الاحمر، درت راس الحانوت والثوم بودره والبصل بودره. فوالا قلت لكم الملح والزيت درتهم يتقلاو مليح في لاكوكوط. شوفوا هنا يعني لحقنا كي يتقلاو حطيتهم هما ايضا شغل باش يتقلاو يعني باسكو على بالكم بلي هذاك الساشي ينتفخ شويه. غطيتهم وخليتهم كل مره نقلبهم يتقلاو ونقلبهم. من بعد درت لهم شويه ماء وحطيتهم فوق النار يطيبوا. هنا راقبوا القدر تاعكم
فهمتوني؟ ما تخلوهاش حتى تطيب ديريكتومون، لا زعما 10 دقايق ولا نحي الصفاره من لا كوكوط هذيك وخليها شويه تهدى شويه كيما نقولوا، يهبط هذاك النفس شويه باش ما يطرطقوش لداخل، ومن بعد زيدي طيبيها 10 دقايق ومن بعد نحي هذيك، ماشي زعما نقولوا هي طيب مثلا 40 دقيقه انت تخليها طيب 40 دقيقه على جهه، لا كل 10 دقايق فتحي الصفاره هاك شغل كيما نقولوا هدي لها النار هذيك، ومن بعد عاودي غلقيها وخليها زيدي 10 دقايق. فهمتوني كيف؟ هكذا حتى يطيب لك بهذه الطريقه، يعني يجي طايب لداخل ما شاء الله. وهذه لاصوص كاين اللي يحب يزيد لها واسمها هذيك الكريمه الطازجه لداخل، زيدي لها كريم فريش يعني باش تعقد بصح هكذا، ولا غير جات بنينه يعني بلا كريم فريش جات ما شاء الله. ومن بعد هادو شوفوا الساشي الاولى هذه اللي قلت لكم اللي درتها من الفوق، ومن بعد نحيت الخيوط والساشيات لداخل، درت شويه زبده في المقله تاعي وضيت لهم هذيك التحميره الخفيفه. شوفوا هاي ليك ضيت لهم هذيك التحميره الخفيفه حتى كيما نقولوا تجمروا شويه. فوالا. وهنا تحبي تقدميهم مع بطاطا مقليه، تحبي في هذيك لاصوص ديري زروديه مع الزيتون، يعني لك الاختيار تي واش حبيتي. انا حبيت ندير لهم لابيري معاهم. بطاطا تاعي قطعتها دوائر، درتها في الكسرونه طيب وشويه ملح معها. هنا شوفوا راني نقلي فيهم، قلت لكم درتها في واسمو كي طابت مع الملح صفيتها شويه، خليت لها واحد 2 مغارف من هذاك الماء اللي طابت فيه. فوالا هي هنا راهي سخونه. درت لها الفرماج، هاوليك الفرماج اللي قلت لكم نستعملوا، درت لها الجبن الفرماج، درت لها زبده ماغارين اللي هي ماغارين، ودرت لها كميه من الحليب وزدت لها شويه ملح. قلت لكم انا الفلفل الكحل ما نستعملوش، اللي يستعمل الفلفل الاسود ديروا، ولا دير الفلفل الابيض هي واش هو لها. تحبي تخدميها بالباتور ولا بالميكسور؟ انا هنا خدمتها بالميكسور. فوالا ميكسيتها مليح هنايا حطيتهم هكذا من الفوق. تحبي تقسميهم وتحطيهم دوائر صاير داير، تحبي تخليهم هكذا، ولا صوص تقدميها بهذه الطريقه حبيبتي. هنا نكونوا لحقنا نهاية الفيديو. نقول لكم ما تنسونيش بالشام والاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يلحقكم كل جديد. نقول لكم صحة فطوركم وصحة رمضان، صحة سحوركم وصحة رمضانكم أيضا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.